يا لهوي، صلاح محسن سجل الهدف الاول في الدقيقه الخامسه، وطبعا انت كزمالك مبسوط على ايه؟ مبسوط عليه؟ ده لو الاهلي كان هيسجل جون او اتنين او بسبب الهدف ده هيبقى في طوفان اهلاوي دلوقتي هيغزو ارضيه الملعب، هيخلي الاهلي يحط 4 أو 5 بسبب الهدف ده. اكبر غباء ان انت تسجل هدف مبكر في النادي الاهلي. من الطبيعي الاهلي هيكسر الدنيا. انت نكشت الاهلي ليه في الشوط الاول؟ عايز تكسب الاهلي او تتعادل معاه في البلس 90 يا ريس، ده تسجل فيهم في البلس 90. خلاف كده ما تسجلش وما تنكشهمش، وانت كزملكاوي اوعى تكون مبسوط، اوعى. ده فوق لعيبه الاهلي، ده كده حرك كل الاهلاويه. هو انت مفكر الاهلي هيسكت؟ ده الاهلي هيكسر الدنيا دلوقتي. انا الوحيد اللي عارف عواقب الهدف ده. وبعدين انا عاوز ابعت رساله لمحمد فاروق لاعب الحرس. صلاح محسن هو كان بيلعب في الاهلي وسجل هدف، هو بيلعب لصالح فرقته اللي هو بيمثلها حاليا، ما بيلعبش لصالح فرقته السابقه اللي هي الاهلي. نفسي بقى تتعلموا كده من لعيبه الاهلي، نفسي تتعلموا من لعيبه الاهلي يا محمد يا فاروق، يا اللي طالع تتريق على جمهور الاهلي. دفاع الاهلي في الطراوه في البلاله، بقسم بالله تحس ان دفاع الاهلي ده مصطبح او مصطبح. ياسر ابراهيم بعد ما الكره اتعرضت وعدت من رامي بيوسع عشان تروح لصلاح محسن ينتشها بالجون في دماغه. جماعه اسوأ حاجه في الاهلي دفاعه. انا والله العظيم انا مستغرب، يعني ازاي الاهلي يجدد لرامي ربيعه؟ انت جددت له بناء على ايه؟ يعني الاهلي اللي معاه كل الفلوس ديت وعامل صفقات بملايين الدولارات وما شاء الله على الاهلي، مش قادر تجيب جوز مدافعين يشيلوا الفرقه من ورا؟ يا راجل ده محمد عبد المنعم بقسم بالله كده يتعمل له تمثال. ده محمد عبد المنعم ده يساوي 50 مليون دولار. محمد عبد المنعم ده بالارقام اللي احنا بنسمعها دي واللعيبه دي بتاخدها، محمد عبد المنعم بمستواه قبل ما يمشي من الاهلي كان يستحق 50 مليون دولار. جماعه الدفاع ده مش هينفع يمثل الاهلي في كاس العالم. اللي ظالم النادي الاهلي دلوقتي هو دفاع يا جماعه. ده كولر كده كان عنده حق بجد والله العظيم ان هو يلعب ب7 في نص الملعب. حقه كان يرص الفرقه كلها ورا. ليه؟ نقطه ضعفك هي الدفاع. الدفاع الاهلي بيوسع للكوره، الدفاع الاهلي بيساعد المهاجم ان هو يحط فيه جون. يعني سبحان الله الاهلي مش هيسكت، والله الاهلي ما هيسكت، والله الاهلي ما هيسكت. ان انت كمصري تحط هدف في الاهلي في اول 5 دقائق دي اكبر غلطه. يعني بصراحه لعبت الاهلي محاصره لعبت المصري وفين يوجعك. ده زمان لعبت المصري بتقول لي لعبت الاهلي احنا اسفين، والله احنا اسفين. الله يخرب بيتك يا صلاح يا محسن، انت عملت ايه؟ دول ما يخشش فيهم جون في اول 5 دقايق، مش دولت. كانك رحت عند قش الضبابير وهيكته. الاهلي عاوز يطلع الشوط الاول متعادل، عاوز يطلع باي طريقه. هتعادل يعني هتعادل، ذوق عافيه هتعادل. التعادل اهو، تعادل. عيب والله يا ابني. انا عارف، بص انا الوحيد اللي في العالم عارف قيمه ومعنى النادي الاهلي في ارضيه الملعب، وعارف قيمه ومعنى نادي الزمالك في ارضيه الملعب. قلت لكم يا جدعان والله اكبر غلطه النادي المصري غلطه ان هو سجل الهدف الاول في الدقيقه ال5 او ال6 في الاهلي. بصراحه يا ابني عاوز تكسب الاهلي في البلس 90. انت من بعد ما حطيت الجون عملت ايه؟ ولا عملت اي حاجه. واقف بتدافع ورا وطوفان اهلاوي. اي نعم الاهلي ما كانش بيعمل حاجه بالكوره قدام ال18 عندك او في ال18 عندك، بس هيجي له وقت وهيعمل. لو جت واحده معاه هتفتح الماتش، هيفتح معاه وهيكتسبوا ثقه. اهو اللي انا قلته حصل اهو. الهدف الثاني هيجي ولا ايه؟ يا لهوي يا لهوي، محمد طاهر ضيع الثاني. يا جدعان والله العظيم انا بصوا هتتفرجوا على ساعه من نار. احنا في الدقيقه 35 باقي معاك 55 دقيقه هتبقى من نار. بصوا على المصري هيفتح الملعب اهو. تفتح الملعب ليه بقى؟ بعد ايه؟ فتحة الملعب دي اكبر غلط عليك وهتدفع ثمنها غالي. هتدفع اهو. بن شرقي عدى، يلا الثاني. يا لهوي لو ما كانش جاد كان الهدف الثاني جه. اجمد يا جاد، اجمد يابا، عشان اللي جاي تقيل. اللي بص اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني، وهنقول لك قوم يا حماده قوم يا حماده قوم. ذهب الليل وطلع الفجر يا حماده. فين الفار؟
في تدخل، يعني تدخل غشيم جدا من اللاعب المصري على مروان عطيه في الدقيقه 38 يستحق الكارت الاحمر. طب الحكم ما شافهاش، فين حكم الفي ار؟ فين حكم الفيديو؟ يا جماعه التحكيم ده يا جماعه لازم نأمن اللعيبه يا جماعه، لازم نخاف على اللعيبه. لاعب داخل يبطل لاعب كوره، ده كان هيقطم رجل مروان عطيه في الدقيقه 38. طب الحكم ما شافهاش، المفروض حكم الفي ار يشوفها وينده لحكم الساحه يقول له تعالى شوف التدخل ده. ده الراجل يا جماعه داهس البطن بتاع القصبه، ده هيقطم رجل اللاعب. برضه الاهلي جاب جون تاني بعد ما احمد الغندور لغى هدف وسام ابو علي. يا جدعان انا قلت لكم ايش جربك للوادي يا مصر يا بورسعيدي، ايش جربك للوادي يا ابني؟ لما ابو الدهشين يقول لكم على حاجه قولوا حاضر ونعم. يا ابو الدهشين ما شاء الله طاير، محمد طاير طاير يا هوا طاير على المينا. والهدف الثاني لطاهر في جاد يا جماعه، مش هيبقى حارس مرمى، جاد هيبقى بتاع سندوتشات، هيبقى بتاع بتعمل ايه يا جاد؟ بتعمل ايه يا جادتك؟ ضربه في معاميعك يا جاد. طبعا يا عين الله يكون في عون جاد، والله العظيم انا قلت لكم. طبعا الزملكاويه شجعوا المصري، شجعتوا المصري البورسعيدي، ارتحتم، جبتوا اجل المصري، جبتوا ضلافه مع المصري. وطبعا نادي بيراميدز يعني كان فرحان بعد الهدف الاول لصلاح محسن في شباك النادي الاهلي، بس ما يعرفش العواقب بعد تسجيل صلاح محسن هدف في الاهلي. ايه انا الوحيد اللي كنت عارف العواقب، واعوذ بالله من كلمه انا. يا ابني العالم دي ما حدش هيقدر يقف في وشها. يا ابني انزل اخسر وانت ساكت، يعني لا تسجل في الاول ولا تسجل في الاخر. هتقول لي طب نعمل ايه؟ اقول لك ما تعملش، اخسر وانت ساكت، اخسر يابا وانت ده الاهلي يا جدعان. ما شاء الله على الاهلي هجوميا مع عماد النحاس، 3 اجوان، واحد ما انحسبش بحجه التسلل، والفار اتدخل في الهدف الثاني وما اتدخلش في حاله الطرد، في التدخل اللي هو لاعب المصري اتدخلوا على مروان عطيه في الدقيقه 38. بصراحه التحكيم المصري بتاعنا اللوز يا جماعه. الماتش ده هيخلص، هتبقى فيه سيمفونيه اهداف. انا قلت لكم 3 بقى 4 5 يخلص 2-1. بصوا الاهلي عامل ازاي بعد ما استقبل الهدف الاول. بصوا الاهلي عامل، دي الفريق اللي عاوز يكسب، ده الفريق اللي بجمهور بدون جمهور مش فارقه معاه، انا نازل عندي هدف اللي هو ايه اهو التالت جاي اهو. يا لهوي يا لهوي. مصلحه النادي الاهلي وسام طار وغير اتجاهاته، ومره ثانيه امام التالت جاي ولا ايه؟ طاهر بيعمل فنتات ورفع وشه لكن يرجع لمروان، لكن التالت ما جاش. قال لك هنجيب التالت في الشوط الثاني. اجمل يا جاد الدقيقه 56 ضربة حرة مباشرة بعيدة عن حدود ال 18 شوية، أو بعيدة سنة عن المعتاد. هينفذها مين بقى؟ وسام. هينفذها وسام. طبعا وسام وبن شرقي وإمام بيتناقشوا مع بعض، وطبعا بن شرقي بيديله التعليمات، بيقول له بص أنا هجري من هنا وإمام هيجي كده وأنت تحط من هنا. اجمد يا جاد. مين اللي هيشوط؟ مروان طبعا داخل بيقول له سيبها لي يا والنبي يا وسام. قال له بس يا مروان ارجع انت رجلك يا ابني كانت هتتكسر النهارده. ارجع. وسام ابو علي. ليه بس كده يا صلاح يا محسن؟ ليه؟ كان الماتش طلع 1-0. جول يا ابن اللعيبه يا وسام، يا ابن اللعيبه يا وسام. الاولى حرموا منها الفار وسام ابو علي بهدف عالمي، هدف ولا في الاحلام. الثالث للالي، والله العظيم هدف عالمي يا ابن اللعيبه يا وسام، يا ابن اللعيبه يا وسام. والله العظيم هدف من افضل الاهداف اللي شفتها في حياتي، مش في الدوري المصري ولا في اوروبا، والله هدف من افضل الاهداف اللي شفتها في حياتي. انا بقول لكم الكره متطرفه، يعني بعيده عن ال 18، يعني مش قريبه من ال 18 بمتر 2 متر 3 متر، لا ده بعيده عن ال 18 ب 10 متر ولا ب 8 متر. يا ابن اللعيبه والله العظيم عالمي. طب اقسم بالله عالمي. قلت لك اجمد يا جاد، قلت لك اجمد يا جاد، انت هتبقى بتاع سندوتشات. اجمد يا جاد. شجعتوا المصري بس بقى يا ايمن يا كاشف بقى، بس بقى يا عم انت اسكت بقى، يا عم اسكت بقى، سيبنا اكلم الناس كلمتين. شجعتوا المصري
ونادي بيراميدز فرح بعد صلاح محسن ما سجل الهدف الاول في النادي الاهلي. انا قلت لكم الهدف ده هيخلي الاهلي يكسب له 4 ولا 5 اقل حاجه. والله يا جدعان انا فاهم شخصيه الاهلي كويس والله. لا الاهلي بجد بصراحه ما شاء الله عليه، ده لسه ما عملش تبديلات، ده لسه لما قفشه ينزل وحسين الشحات ينزل وجرادي ياشار ينزل هتبقى بقى فورتيكا فورتيكا فورتيكا. سبحان مغير الاحوال. من 1-0 ل3-1 وفي هدف اتلغى لوسام ابو علي. انا ما اعرفش ليه، يعني انا لحد الان مش فاهم الفي ار استدعى احمد الغندور ليه عشان يلغي الهدف الثاني بتاع وسام ابو علي. ما لو تسلل مش من حق الفار ان هو يستدعي حكم الساحه في حاله زي ديت. يعني حكم الساحه ما بيندعاش في حالات التسلل. طب لو هي خطأ، طب خطأ على مين؟ هل في فاول على وسام ابو علي؟ انا ما شفتش وسام ابو علي خبط المدافع، ما شفتوش خبط باهر المحمدي. فاحنا عايزين نفهم اصلا الهدف الثاني للاهلي اتلغى ليه؟ لو تسلل في خطأ هنا مش من حق الفار ان هو يستدعي الغندور. لو فاول، طب فين الفاول؟ طيب معلش انا مش شايف الفاول. ولو هي تسلل على اشرف بن شرقي وكمل مثلا في الكوره او راجع من تسلل، برضه مش من حق الغندور ان هو يروح يشوف حاله زي ديت. فاحنا مش فاهمين لحد الان الهدف الثاني اتلغى ليه. ولكن سبحان الله من 1-0 ل3-1 ويا عالم هيخلص كام بقى 4 ولا 5. الاهلي ما عادش ليه امان يا جماعه. الاهلي ما عادش لا هيهيب لا صغير ولا كبير، الكل هينحط عليه. وقلت لكم قبل كده الاهلي مع عماد النحاس هياكل الاخضر واليابس. ضربة جزاء لامام عاشور والرابع جاي يا جدعان. بصراحه امام عاشور نجم النجوم بصراحه، بغض النظر بقى عن اهلاوي وزملكاوي. بصراحه يا جماعه امام عاشور في حته تانية، افضل لاعب دلوقتي داخل مصر وكمان داخل افريقيا يا جماعه، وعن جداره واستحقاق يستحق لقب افضل لاعب داخل مصر بصراحه، عن جداره واستحقاق. وطبعا اللي هينافس امام عاشور عشان عاوز يبقى هداف الدوري، وحقه بجد بجد. اللعيب ده تعب جدا مع النادي الاهلي، اشتغل على نفسه وطور من نفسه. طبعا يا جماعه انا قلت لكم هدف صلاح محسن في بدايه اللقاء نادي المصري هيدفع ثمنه غالي قوي، والثمن اهو بيندفع يا جماعه. لعيبه الاهلي بتعبر عن شخصيه الاهلي في ارضيه الملعب، مش مجرد ماتش بيفوزوه، لا ده بيعرفوك قد ايه ان هم منظومه ناجحه جدا جدا جدا. اللعيبه بتعبر عن نجاح الاداره في ارضيه الملعب. يلا يا امام، يلا يا امام، يلا يا امام. الرابع جاي مش هيضيعها، الرابع جاي. انا بقول لك الرابع جاي، ده فيها 5 كمان، خلي بالك شكلها فيها 5. داخل امام. ما شاء الله عليك يا ابني، والله العظيم ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. ربنا يحميك. حسام يا حسن اللي استبعدت امام عاشور، بقسم بالله انت مدير فني فاشل. ده لاعب ينسب، ده لاعب ما ينضمش للمنتخب، ده لاعب بجد. لما انت الكواليتي ده مش عايز تضمه، امال عايز تضم مين؟ دونجا اللي بيلعب فين الكرة يا ودي يا كابتن؟ استنى يا كابتن بس اجيب الكرة. استنى، ضامن دونجا على حساب امام، ضامن دونجا وسايب امام. يا جدعان ارحمونا، يا جدعان ارحمونا. الهدف الرابع للنادي الاهلي عن جدارة واستحقاق، عن جدارة واستحقاق. جماعة لعيبة الاهلي بتعبر عن شخصية النادي في ارضية الملعب. قد ايه احنا منظومة ناجحة، بلعب بدون جمهور ومستقبل هدف ونقطة واحدة تضيع مني. الدوري ضاع. واي ماتش بنزل العبه ما يستحملش الاسم على 2، لازم أنا اكون فيه انا الفايز. بصوا بقى النهارده لعيبه الاهلي بتعمل ايه؟ استقبلت هدف، كانت الاخضر واليابس، كانت الاخضر واليابس. ويا جماعه الاهلي مش هيخسر ماتش. الدوري يقترب من النادي الاهلي، الدوري يقترب من النادي الاهلي. والناس دي بتتعب، الناس دي بتتعب وبتجتهد، عشان كده تستحق. اللي هيتعب وهيجتهد هيلاقي والله العظيم. مش هقعد اقول حكام وتحكيم يا جدعان. ده انا لسه بقول لكم الهدف الثاني اتلغى ليه، محدش فاهم هو اتلغى ليه اصلا. اتفرج على الاهلي، اتفرج على شخصيه الاهلي. عماد النحاس اعاد للاهلي هيبته وشخصيته. والله ايه الجول اللي جه في الاهلي ده؟ ايه الجول اللي جه في النادي؟ اجوال كوميديه بتخش في النادي الاهلي، بقسم بالله اجوال مضحكه. يا عم المخرج عيد لي الجول، ابوس ايد عاود لي من الاول يا مخرج، انا عايز اشوف الجول. ده الشناوي لقيته بيجري والكره في الجول.
طب جه ازاي؟ دخل ازاي؟ والله العظيم انا قلت لكم يا جماعه مشكله الاهلي في دفاعه. دفاع الاهلي بيقدم كوميديا. انا ما شفتش الجون بس اكيد في كارثه دفاعيه حصلت. شوش نازل عاوز يعمل حاجه، عايز يجيب جون يعمل له اسيست. بقى سيمفونيات بقى، مهرجان اهداف، والله العظيم مهرجان اهداف. بصوا يا جماعه، عارفين الاهلي اخر 3 ماتشات مسجل كام هدف؟ 12 هدف. الاهلي لوحده في اخر 3 ماتشات مسجل 12 هدف، 3 امام بتروجيت، 5 امام الحرس، والنهارده 4 امام المصري اللي بيخليني اطلع لساني كزمالك، المصري اللي بيذلني، المصري اللي ما بعرفش اكسبه في مسابقه الدوري يا جدعان. الاهلي بيكسبوا 4 على الواقف مرتاح. الاهلي بيكسبوا 4 ومضيع له 5 6 جوان. والله يعني بمعدل كل ماتش الاهلي بيسجل 4 اهداف. ما شاء الله على النادي الاهلي. مبروك للاهلي والاهلاويه. عندكم رئيس مجلس اداره محترم، عندكم اداره محترمه، عندكم اعلام محترم، عندكم جهاز فني واداري محترم، عندكم لاعيبه محترمه. اي نعم في بعض الاخطاء في دفاعات النادي الاهلي، ولكن ده ما يخليناش ندي الاهلي حقه. جماعه الاهلي بقى في حته تانيه. لايك وشير والسلام عليكم.